التدبر ليس هو التفسير، بمعنى يعني التدبر حالة يكون عليها الإنسان لا تؤهله لأن يكون مفسرا. فأنا أقول لك تأمل هذا الكلام أو تدبره في نفسك، بمعنى أنك لا تقرأ كلاما أو حروفا دون أن تعقل أو تحاول أن تفهم ما مراد الله منها. صحيح. لكن هذا التأمل أو هذه الحالة لا تخولك ولا تبيح لك أنك تنتصب لكي تنشر ذلك في تويتر ولا في فيسبوك ولا ترشد الناس إليه. لماذا يا أبا عبد الملك نقول هذا؟ حتى ما نحرم الناس من الفهم. يعني هو يريد يفهم، صحيح، وليس عنده كتاب تفسير أو لا يحسن القراءة في كتب التفسير أو لم يرشده أحد إلى أن يقرأ في التفسير، لكن يود أن يفهم كلام الله. وكلام الله بين وسهل، يعني في جملته أو في معانيه وحقائقه الكلية سهل وميسور. يعني لو نظرت مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، كل أدلة القرآن تجدها بهذا الوضوح. نعم. أي نعم. فيقال لي ولك ولكل وللعامي وللكافر وللمنافق ولكل أحد تدبر، ستجد أنك تصل إلى المعنى المراد كليا، وتجد أن ما يريده الله منك في هذا القرآن واضح. لكن هل هذا يعطيك شهادة في أنك تكون مفسرا؟ لا، حتى ترجع إلى أولي العلم في هذا الباب ويجيزون لك ما وقع في ذهنك وما خطر على بالك من أنه يمكن أن يكون من معنى الآية. أنا قصدي أنه بعض الناس فهم أن التدبر والتفسير كلمتان مترادفتان. لا، التدبر الذي ذكر وأمرنا به هي حالة يجب أن يكون الإنسان متلبسا بها عند تلاوته لكلام الله عز وجل. فإذا فعلت هذا فقد اجتزت وبرئت ذمتك من عهدة الأمر. بالضبط. يعني أفلا يتدبرون، لو أن إنسانا قرأ الآية وهو يريد أن يعرف ماذا يريد الله منها، لاحظت معي يا أبا عبد الله؟ صحيح. أي، فحاول هذا في نفسه برئت ذمته، حقق ما أراد الله منه هو، لأنه قرأ القرآن محبا لأن يفهم ما يريده الله منه. جميل. يعني بذل جهدا. يعني أبذل جهدك في الفهم، كما أنك لو قرأت كلامي أنا في كتاب من كتبي لا يمكن تسيغ لنفسك أنك تتجاوز صفحة واحدة حتى تفهم ماذا أريد. جميل. وأنا أقول لك اقرأ بفهم. صحيح. وأيضا شوف، البحث عن التفسير الصحيح هو من التدبر. نعم. السؤال لأهل العلم هو من التدبر. نعم. لأنك أنت أمر الله سبحانه وتعالى لنا بتدبر القرآن هو أمر لنا بوسائله وبطرقه وبما يعين عليه. ولذلك تلاحظ في تفسير العلماء لقوله تعالى فلا يتدبرون أفلم يتدبروا القول، كلها تشير إلى عدم الاستعجال، عدم الهذر، عدم القراءة التي لا تكون يعني واعية وقراءة. وبالمناسبة حتى في قراءة أي كلام نحن مطالبون بالوعي. بالتأمل. نعم. فكيف بالقرآن الكريم هو بقدر أهميته وقيمته لدى المسلم ينبغي أن يقرأ بوعي وبحرص شديد.